السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير بصحه جيده. والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال بحول الله البنات. اليوم غادي نقدم معكم حلوه ديال الفرماج بالكنافه اللي كتجي رائعه شكلا ومذاقا. كتجي غزاله غزاله لا في المنظر كيف ما قلت لكم ولا في المذاق نتاعها. بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا الوصفه كامله ان شاء الله. على بركة الله البنات غادي نبداو في واحد الهاشوار لان الزبده عندي بارده. 250 غرام د الزبده حيوانيه وخمسة ديال القطع ديال الجبن مثلث اولا الكيري اللي عندكم. كطحنوهم في الهاشوار، كتزيدوا عليهم هنايا شويه ديال الملحه، واحد 4 معالق هكذا د الملحه، ودرت معلقه كبيره ديال السكر سنيده وساشي اولا كيس ديال الفلون كراميل. تقدروا تعوضوه بالفاني. المهم كنخلط المكونات كاملين حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. ثم كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصل على هاد العجينه هكذا، كتكون بحال العجينه ديال الصابلي تقريبا. صافي البنات غادي نبقى نكورهم كبيورات صغارين، الحجم كيبقى على حسب نتوما شنو باغيين. انا درتهم صغيورين، درتهم في الصينيه ديال الفران، دخلتهم طابو على درجه الحراره مهيله كيف ما كتشوفوا حتى خداو هاد اللوين هكذا. هنا ذوبت الشكلاط وبديت كنمرغ اولا كنغطس داك الحبه نتاع الكاطو من كلتا الجهتين، وكنحيد داك الزائد بالفرشيطه هكذا مع الجنب ديال الطبسيل، وكنديرها مباشره في الكنافه اللي كنكون موجداها. انا هذه شريتها هكذا محمصه البنات. تقدروا تحمصوها فقط في الدار الا كانت عندكم ديك البيضه اللي كنحتاجو اللي كنصايبوا بها الحلويات، يعني خضراء ما كتكونش طايبه هكذا محمره. كديروها في شي صينيه تفتتوها وديروها طيب في الفران لدرجه الحراره اللي تكون مهيله باش كتاخذ واحد اللون موحد بدون ما تدهنوها بالزبده البنات، فقط هكذاك ناشفه. حمروها. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنت ملبسه داك اللاطه ديال الفران بواحد البلاستيك باش هكذا داك الشوكولاط ما يلصقليش في اللاطه. كتجي رائعه غزاله لا في المنظر ولا في المذاق، واحد المذاق رائع البنات لان داك الزبده سبيسيال كتعطيها واحد المذاق زوين مع داك الفلون ديال الكراميل. جربتها بالزبده العاديه ما كتجيش زوينه. الطلبيات نتاع الناس كاين اللي كيبغيها بالزبده مارغرين كنخدمها له، كاين اللي كيبغيها بالسبيسيال كذلك، كل حاجه والثمن ديالها البنات. هنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انه ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش دائما من لايكاتكم وتعليقكم محفزه تشجيعا لي باش نقدم كل ما هو جديد معكم. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. كنتمنى دائما انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.